ليه تشتريه بالغالي وانت تقدري تعمليه في بيتك بمنتهى السهولة والجودة والنظافة؟ تعالوا مع بعض نعمل الكسكسي البيتي بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما انتم شايفين كده مفلفل وزي الفل. انا الحقيقة ما كنتش هصور الفيديو ده لان طبعا مش معايا الحامل بتاع الموبايل، ويعني ما كنتش متظبطة نفسيا، ولكن قلت هصوره بنفس الوضع وبنفس الطريقة، وهقول لكم على كل التريكات اللي بعمله بيها من سنين وناجحة مليون في المية. عندي كيلو من الدقيق نخلته كويس جدا، ونزلت عليه برشة بسيطة من الملح، وكوباية أو كوباية وربع من المية، مية عادية فترة من الحنفية خالص. حطيت فيها معلقة كبيرة من السكر ودوبتها كويس، وبدأت أرشرش كده على صينية، وأفرك الدقيق بتاعي لحد ما يبقى عامل زي الرمل المبلول. وتقدري تعملي الخطوة دي في الكبة تدريجي كده لحد ما يبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. لكن انا الكب عندي عطلانه للاسف، فعملته على ايديا. تمام. بعد كده حطيته في شاشه او في شال نضيف ابيض كده قطن، وبدات ان انا اغلي ميه حوالي 3 ارباع الحله فيها ميه، ولفيت الطرف بتاعها بالاسترتش وحطيت عليها مصفى، ونزلت بالكسكسي اللي في الشاشه، حطيته على المصفى وغطيته. بعد حوالي ربع ساعة زي ما انتم شايفين كده في تكتل فظيع جدا، بفكه شوية كده بمعلقة خشب، وتقدري تعملي الخطوة دي في الكبة وبيفك معاكي وبيرجع زي الاول. تمام، وبيبقى زي الفل. انا بخبطه كده عشان طبعا زي ما قلت لكم انا الكبة عندي عطلانة. بخبطه كده على الصينية اللي انا عملته اللي انا عجنته عليها، وبفكه كده بالمصفى او بالمقصوصة بالشكل ده لحد ما يرجع زي الاول شبه حبيبات الرمل بالشكل ده زي ما انتم شايفين. يعني الخطوة ديّة بُصّوا بتخلّيه يرجع زي الأول. يعني أنتِ بتحطّيه في المصفى على النار حوالي ربع ساعة، ماشي، وبعد كده بيتكتّل وده وضع طبيعي زي ما قُلت لكم، وبعد كده بتفُكّيه بالشكل ده وترجعي تحطّيه في الشاشة تاني، و بتروحي حاطّاه على النار يقعد حوالي ربع ساعة، نُص ساعة، خلّيها نُص ساعة. تمام. لحد بقى ما إيه بتلاقي الحبيبات ديّة اتنفخت كده وبقى شكلها حلو. بعد كده باروح بقى خارجاها. كده قعد حوالي ساعة إلا ربع على النار، ربع ساعة في الأول فكينا التكتلات، ورجعنا حطيناها تاني نص ساعة، بيبقى معايا بالمنظر ده وبالشكل ده زي ما انتم شايفين. تمام كده تمام. بشيله بقى من الشاشة، وببدأ ان انا احط عليه شوية كده من الحليب، وتقدري تستغني عن الحليب وتحطي شوية مية، لكن انا بفضل الحقيقة الحليب يبقى طعمه وريحته بتبقى ممتازة طبعا، وبيكون الكسكسي بتاعنا غني وطعمه ألذ. تمام. زي ما قلت لك تقدري تستغني عن الحليب وترشرشيه بشوية مية، ما تقلقيش خالص، مش هيعجن معاكي ولا هيتكتل. قلبي كده. انا ضفت الحليب بتاعنا على 3 مرات، حوالي كوباية ونص من اللبن الحليب او كوبايتين تقريبا، يعني من كوباية ونص لكوبايتين. تمام كده تمام. بعد كده قلبناه كده كويس لحد ما الحليب يختفي ويبقى زي الفل. بفركه بقى انا بايدي في المرحله دي. تمام، بايديا الاتنين، بس للاسف انا ماسكه الموبايل بايد وبعمل ببسه بالايد التانية. بعد ما بخلص المرحله دي واتاكد ان حبيبات الكسكسي كلها اتشبعت باللبن الحليب او بالميه زي ما قلت لك، شايفين ما شاء الله زي الفل، ببدا ان انا ارده تاني على النار. بارُدّه على النار، وفي المرحلة دي بيقعد على النار حوالي تِلت ساعة. تمام، باغطّيه برضه واسيبه على النار تِلت ساعة، وباتأكد دايمًا إن المَيّة ما نشفتش تحت في الحلة. بعد ما بيخلّص بقى التِلت ساعة زي ما أنتم شايفين هنا ما شاء الله زي الفل، وزي ما شُفتوا في بداية الفيديو. كده خلاص يعتبر الكسكسي بتاعنا بقى جاهز زي الفل ما شاء الله. فُكّي بقى التكتلات دي وسيبيه يبرد وحطيه في اكياس وشيليه في الفريزر. وانا هعمله معاكم بطريقتين، بالمرقه وبالسكر. كملوا معايا الفيديو، ما تنسوش لو ما عملتوش لايك اعملوا لايك، واعملوا سبسكرايب او اشتراك لو اول مره تشوفوا القناه، ونتمنى فيديوهاتنا تعجبكم.
شايفين هنا ما شاء الله زي الفل ومفلفل وزي القمر. في طبق كده نزلت بحتة الزبدة، انا بحب طعم الزبدة قوي. تقدري طبعا تسيحيها مفيش مشكلة، وتحطي الكسكسي ده عشان سخن. نزلت بالزبدة ودوبتها كده مع شوية من السكر البودرة، وتقدري تاكليه على هذا الوضع. ممكن تضيفي اي نوع مكسرات تفضليه، زبيب، عين جمل، فستق، بندق، اي حاجه من الحاجات دي. وتقدري كمان تضيفي شويه من الحليب، بقى الحليب بيخليه طعمه ألذ وخفيف كده وما يشرقنيش وانا باكل. تمام. وبعمله بالمرقه، مرقه بط، مرقه لحمه، اي مرقه موجوده عندك تكون دسمه. تقدري تعمليه بالخضار، بالكوسه والجزر والخضروات، بيبقى طعمه لذيذ برضو وجميل جدا. ودي طريقتين للكسكسي. بتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف كمان على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ولفوا لفة كده في القناة، واتمنى فيديوهاتنا تعجبكم. نشوفكم على خير، سلام.